والله متوقع تاخذون الدوري، لان فريق اكمل، بس مو لهالدرجه. بيتيس هذا بيتيس عنده قاعده جماهيريه بالعراق، عنده قاعده جماهيريه عربيه واسبانيه، يعني فريق عريق، يعني مو لهالدرجه. هو اجى جواو فيليكس باول مباراه له كاساسي، افتتح التسجيل وهي انسردت يا ابويا. طبعا انا عرفت استراتيجيه تشافي بالدوري الاسباني. بالنصف الاول بالموسم يلعب اكتساح، ضغط عالي ويستنزف طاقه اللاعبين. طبعا بعدين راح تجي اصابات صح، بس بعدين راح يلعب على المرتاح، يفوز 1-0 يفوز 2-1. ليش؟ لان متقدم بفارق نقاط كبير، وهذا راح يقلل الضغط على اللاعبين. طبعا هاي نجحت ويا تشافي الموسم الماضي، والظاهر راح يظل يسوي نفس الاستراتيجيه هذا الموسم. الله اللي يستر، يعني لعبوا قبلنا وحاليا برشلونه متصدرين، واحنا مبارياتنا قوه جاي نفوز. الله يستر الله يستر. احد الواقع بيلينغهام، يعني على الله على بيلينغهام. يا رب سترك. الف مبروك جمهور برشلونه.